حضر خوذك يا صاحبي عشان هاخدك في اكبر كارثه نفطيه في التاريخ. في يوم هادي البحر ساكن والسما صافيه والعمال فوق منصه ديب ووتر هورايزن بيشربوا قهوتهم وبيهزروا وبيضحكوا عادي. محدش فيهم كان عارف ان على بعد كام ساعه نفس البحر ده هيولع، وان المنصه اللي مفروض تطلع دهب اسود هتطلع جحيم اسود بعيد عنك. ايه زي ما سمعت كده. المنصه دي كانت تحفه هندسيه قيمتها وصل لنص مليار دولار. تخيل كده جراج عايم في نص البحر بيحفر في عمق اكتر من 1500 متر تحت السطح، وبعدين يحفر كمان اكتر من 5 كيلو متر جوه قاع البحر نفسه. يعني الناس دي كانت بتدق على باب مركز الارض، او بمعنى ادق كانوا بيقولوا للارض هتطلعي الفلوس اللي انت مخبيها ولا هنكسر عليك الباب. التكنولوجيا اللي كانوا بيستخدموها اسمها الحفر البحري العميق، ديب ووتر دريلينج. ببساطه بيعملوا حفره في قاع البحر وبيدخلوا انبوب معدني اسمه رايزر، والانبوب ده بيوصل البئر بمنصه الحفر فوق. الزيت والغاز اللي طالعين من تحت بيعدوا جوه الانابيب دي. المفروض ان في جهاز ضخم اسمه صمام مانع الانفجار، بلو وات بريفنتر، بيتحكم في الضغط ويقفل البير لو حصل تسريب او خلل. يعني كانه زرار الطوارئ بتاع الجحيم، بس لما احتاجوه للاسف كان مأجز. بس المشكله ان هم اختصروا خطوات الاختبار. الاسمنت اللي كان قافل البير كان ضعيف والضغط زاد بسرعه، وصمام منع الانفجار اللي احنا كنا لسه متكلمين عنه فشل في اغلاق البير يوم 20 ابريل 2010. العمال لاحظوا ان الضغط بيرتفع بسرعه، لكن الشركه البريطانيه بي كانت مستعجله. خلص الحفر بسرعه، اليوم بيكلفنا مليون دولار. فقرروا يتجاهلوا الاختبارات اللي كانت ممكن تمنع الكارثه. الاختبارات دي كانت اسمها اختبار الضغط السلبي، نيجاتيف بريشر تيست، والمفروض تتاكد ان الاسمنت اللي بيقفل البير ماسك كويس. لكن النتيجه كانت غريبه، الضغط مش طبيعي، والعمال قالوا نرجع والشركه قالت كمل. الاسمنت فعلا كان ضعيف والغاز الطبيعي بدأ يتسرب من تحته، والانبوب اللي طالع فوق بقى مليان بخار قابل للاشتعال. المنصة كلها بقت ولاعة عائمة على البحر.